بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سلام أحبابي في الله، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة إن شاء الله. كما راكم تشوفوا معايا في الفيديو البنات، راح اليوم نشارك معكم أكلة يعني خفيفة ظريفة في هذا الصيف مع خبز الدار. يلا البنات نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. هنايا كما راكم هنا تشوفوا معايا خواتاتي، اليوم الاكله تاعنا البنات رايحين نحضروها بباذنجان يا البنات. ان شاء الله اليوم راح تشوفوا معايا اكله بهذا الخضره اللي بزاف الناس يعني ما يحبوهاش، بصح ان شاء الله اليوم رايحين يعني تحضروا هذا الاكله هذه. اكيد راح نتحضروها بعد ما تشوفوا الفيديو. يعني أكلة سهلة وتحضر في ظرف يعني وجيز، وأكثر من هذا الشيء يا البنات تجيكم بنينة ما نحكي لكمش، يعني بنتها ولا أروع. أنا صراحة ما كنتش نعرفها، وإنما ورتها لي جارتي وحبيت جربتها عجبتني، ياك درتها في القناة باش هكاك نستفادوا كامل. المهم البنات كما راكم تشوفوا معايا هنايا عندي حبات باذنجان راني نقي فيهم بهذه الطريقه البنات. نقوهم بهذه الطريقه يعني نقوهم عادي. المهم حافظوا على يعني اللب نتاع باذنجان هو اللي نسحقوه، يعني ما تغمقوش يعني السكين تاعكم في حبه الباذنجان. نقوا غير هذيك القشر الكحله. احنا نحتاجو يعني اللب نتاع باذنجان كما راكم تشوفوا هنايا معايا. نقيتها كامل، لازمنا نقوه بهذه الطريقه. المهم البنات هذه الاكله يعني اكله هايله عفوا. ويعني واللي عندها الاطفال راح نقول لك يعني ولادك ماشي غير راحين ياكلوها، وانما راحين يصدموا على هذه الاكله. انا ناكد لك لانه هذه الاكله يا البنات يبغوها بزاف الاطفال. يعني الاطفال اغلبيه الاطفال او كلهم يعني عندهم نفس الاذواق، يعني تقريبا تلقاهم كامل يعني يعتمدوا على يعني ذوق واحد. يعني يعني هما ماشي كما احنا الكبار. احنا الكبار كاين واحد تلقاه ما يبغيش ديك الماكله، الاخر يبغيها. بصح بالنسبه للاطفال تقريبا كامل كيف ما يبغوش حاجه، كامل تلقي الاطفال تقريبا ما يبغوهاش. المهم في هذا الاكله هذه البنات ناكد لك باش ولادك راحين ياكلوها، وراحين ديما يطلبوا منك انك تحضريها ليهم. اكله سهله ماهله كما كتشوفوا هنايا معايا. بعد ما نقيت الباذنجان تاعي وغسلته وراه في الماء، جبت الكرفاجه تاعي وراني نرحي في باذنجان بهذه الطريقه يا البنات. رحوه في ديك يعني في الجهه الخشينه ماشي رقيقه، نرحوه بهذه الطريقه. يعني الفيديو راه مفصل بدون ما حتى انا نتكلم، يعني الفيديو راه يعني اي واحد يتفرج الفيديو يقدر يفهم كيفاش نحضروا هاد الاكله. المهم صراحه يا البنات والله الاكله عجبتني بزاف بزاف وحبيت نشاركها معكم، لانه هذا وقت الباذنجان، يعني هذا وقته. وراه يعني مادام انه في السوق باثمنه رخيصه، وبزاف الناس اللي تجيب الباذنجان وما يوجدوش به اكلات، كاين وين يقلوه ولا مهم يعني ما يوجدوش به اكلات كثيره. وكاين بزاف اللي ما يبقيش الباذنجان مقلي لانه بزاف يرفد الزيت مهما ديري له، ولكن يرفد الزيت. بهذه الطريقه يا البنات الباذنجان تاعكم تاكليه والله وكانك تاكلي في اكله ماشي باذنجان. ما تحسي روحك ما كيش تاكلي في باذنجان. صدقوني اكله رائعه جدا يعني. وتوجد ليه يعني في ساعة توجديها، ما تديش معك الوقت كاع، ما تديش معك الوقت. وانا نشكر جارتي لانها هي اللي ورات لي هذا الاكله هذه. نقول لها شكرا جارتي. بصح صراحه يا البنات غير جربوها ما تندموش. المهم كما راكم تشوفوا هنا يا البنات، ها هو الباذنجان تاعي بعد ما رحيته. وهنا عندي الفرماج كنت برشته البنات على هذا الطريقه لهذا الشكل. وعندي زوج حبات بيض، هذا واش نحتاجو في الاكله تاعنا.
وشوفوا البنات كما راكم تشوفوا هنايا راني نعصر في ذاك الباذنجان، يعني ما تخافوش من اللون تاعو لانه راه كحال عادي، كي يطيب راح كامل يتغير داك اللون. المهم نتوما لازم تأصروه باش يخرج داك الماء الاسود، لازم تأصروه. وثاني يعني يخرج الماء الاسود، وثاني ما يبقى لكمش في كي تكونوا طايبوا فيه ما يبقاش فيه الماء. احنا ما نحتاجوش ابدا الماء، لازم تأصروا هذا الباذنجان هذا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا معايا في الفيديو. شوفوا البنات راني أسرت الباذنجان تاعي بهذه الطريقه. المهم البنات الكميه اللي درتها انا تدي لكم 4 حبات بيض، لانه انا قسمت الكميه على زوج، يعني قسمتها على زوج، كل كميه درت فيها 2 حبات بيض. يعني البيض تقدري تكثري تقدري، المهم انايا درت 4 حبات بيض في ذوك الحبات تاع باذنجان اللي شفتوهم معايا. المهم هنايا نديروا البيض نتاعنا كما راكم تشوفوا، ونزيد التوابل. توابل يعني نتيا واش بغيتي ديري. انا عندي هنايا الكمون، درت الكمون، ولا كان عندك فلفل اسود ديري فلفل اسود، وبطبيعه الحال الملح ما تنساوش، الملح لازم ديروا الملح يا البنات، ما تنساوش الملح، لازم الملح في هذه الاكله. وعندي البنات هنايا الزيت، وخاصكم كذلك مقله اللي تكون ما تلصقش، يعني لازم المقله تاعكم ما تكون يعني مقله ما تلصقش، باش لانه هذا الباذنجان راح نطيبوه في المقله. كما راكم تشوفوا معايا البنات نخلطوا كامل المكونات مع بعضهم بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا. بهذه الطريقه البنات نخلطوا كل شيء، لازم ندخلوا البيض كامل في ذاك الباذنجان تاعنا. هنايا البنات درت المقله نتاعي على الكوشه. المقله انا عندي هذه المقله ما تلصقش، درت لها شويه تاع زيت، داك الزيت كامل نمشوه في الكوشه تاعنا عفوا في المقله تاع نمشو كامل داك الزيت بهذه الطريقه البنات. من بعد نجيبوا الخلطه تاعنا اللي كنا حضرناها مع بعضنا. كما راني قلت لكم البنات يعني الخلطه قسموها على زوج، يعني ما لازمش ديروا يعني سمك غليظ باش يطيب لكم باذنجان. كما راكم تشوفوا معايا نسووا كامل السطح نتاع الباذنجان بهذه الطريقه، ديك الخليط نتاعنا نسكموه مليح في داك المقله. المهم البنات ديروا يعني شويه تاع زيت باش ولا زبده، ولا المهم باش ما تلصق لكمش هذه الاكله هذه. صراحه اكله سهله سهله سهله، ويعني وفي الصيف يعني ديريها فطور ولا عشاء روعه صدقوني. يعني ديريها مع شويه تاع سلطه خبز الدار وانتي درتي عشاك ولا فطور. كما راكم تشوفوا هنايا عندي النار راهي هافته تماما. نغطوا يعني المقله تاعنا لازم يا البنات تغطوها، ما لازمش تخلوها هكاك مفتوحه باش يطيب لكم باذنجان. كما راكم تشوفوا هنايا معايا انا راه عندي طاب مقله البنات. كما راكم تشوفوا نجيب مقله ونقلب ذاك الباذنجان في ذاك الطبسي. كما راكم تشوفوا لازم نقلبوها، وإلا ما حبتش تقلب لكم البنات يعني دخلوا فيها هكاك حاجه اللي هي حاده هكاك، يعني تنحوها من الحواشي باش. المهم البنات انا كنت درتها في هذا المقطع هذا باش نعاود نديرها يعني الطبسي ما ساعدنيش. بهذه الطريقه البنات نعاودوا نديروا شويه زيت في المقله ونرجعوا ديك يعني القرصه نتاعنا او الخبزه نتاعنا. هنايا البنات عندي قليل من الهريسه، يعني هو صراحه شوفي اذا درتوه بالهريسه حاره يجيكم روعه. بصح الا كان عندكم الاطفال تقدروا خبزه ديروها بالهريسه وخبزه ديروها عاديه غير بالفرماج للاولاد، وانتم الكبار ديروا للحار. المهم انا هذه درت فيها الحرور، يعني ما كاش عندي هريسه، عندي غير شويه درتها. وعندي هنايا البنات الفرماج كنت فرشته كامل على ذيك الخبزه نتاعنا تاع الباذنجان اللي كنا حمرناها من تحت وقلبناها. انا دوك درت لها شويه تاع الفرماج. من بعد البنات نغطوا ذاك الفرماج، انا غطيته بهذا المقطع هذا اللي عندي بهذا الغطاء، غطيته
ونخليها طيب، ومن بعد نرجعو ونشوفو الوصفة تاعنا على طاولة التقديم. ها هي الوصفة تاعي البنات، أكلة خفيفة ظريفة توجد في ربع ساعة، وانتي وجدتيها لوليداتك وعائلتك. وزدت حضرت معاها انايا خبز الدار، هذا خبز الدار. ان شاء الله تعجبكم البنات، ولا عجبتكم ما تبخلونيش بالاشتراك في القناة، ونقولكم في امان الله.